السلام عليكم، أهلا بكم في مطبخي. معاكم شيماء سعد. النهاردة هنعمل الفراخ المندي والرز المندي. قبل ما نبدأ بالوصفة ما تنسوش اللايك والاشتراك ليوصلكم كل جديد. في بولة هنخلط ربع كوب زيت زيتون، التوابل ملح فلفل اسود بابريكا جنزبيل رشة قرفة بهارات الفراخ. هنقلبهم كويس مع بعض، ومعانا الفرخة هنتبلها. معلقة من لون الطعام، هنتبل الفراخ بالتتبيلة كويس جدا بالشكل ده. هسخن الحلة، هشوح عود قرفة وقرنفل وحبهان، ليمون مجفف، فلفل اسود. هقلبهم كويس لغاية لما تطلع ريحتهم. هشيل الحلة من على النار، هنزل ببصلة متقطعة وجزرة مبشورة. هنزل بالرز، الرز يكون مغسول فقط ما يكونش منقوع. هحط عليه 3 معالق زيت زيتون او اي نوع زيت، معلقة كبيرة ملح. هنقلبهم مع بعض. الافضل ما نقلبش كتير عشان الرز بس ما يكسرش مننا. هحط الشبكة فوق الحلة بالشكل ده، وهحط الفرخة فوق الشبكة وهنزل ب3 كوبايات مية مغلية. هغطي الفرخة من فوق بورقة الزبدة وبعديها ورقة الفويل. هنسخن البوتاجاز على أعلى درجة حرارة، وهندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ساعة ونص.